بيفكر العم ذو الشارب أظن إنه محاك، ولكن هو يخبرني بهذا؟ معقول إن هو مش خايف من هجومي؟ أكيد عنده ورقة رابحة بيخفيها عني. تمام، هنشوف مين اللي بتاعته الرابحة أفضل من التاني. وبيقوله أنت محاك ولأنك وافقت فيلا بينا ما نضيعش وقت. بيقوله ليه تمام وبيمشي بهدوء لعنده. ووقتها بيفكر العم ذو الشارب أكيد بيخفي شيء لازم أخلي مسافة. وبيقوله ده كافي وسلاحك الأساسي سيف الكاتانا ومداه حوالي مترين تقريبا، لذا هذه المسافة كافية. بيقوله ليه تمام ولكن لازم تعرف إن حد السمات هو 100 وبيفعل البركة عليه، وده بيخليه مندهش من الزيادة الكبيرة في قوته. وبيعرف يقولوا إنها مستمرة ل 30 ثانية فقط، لذا تصرف بسرعة. وهنا بيظهر الضحكة الخبيثة على وش العم ذو الشارب. أيها الأحمق، لم يدري حتى إنه كده بينهي أمره. حسنا، إنه شاب وأحمق، وبعد ما كسر حاجز الشجرة هعطيه درس مش هينساه. ولكن الأول، وهنا بيفعل المهارة على الشجرة وبيدمر الحاجز. وفجأة بيحصل انفجار من بعيد وبيسمع له صراخ التعبان واللي بيكون صحته على وشك الانتهاء. وهنا بيستغل ذو الشارب الفرصة وبيهجم عليه بهجوم مفاجئ، ولكن بيتفاداه في الوقت المناسب. وبيتفاجئ ذو الشارب إنها كانت مجرد صورة، وده بيخليه مش فاهم ازاي أسرع منه مع إنه فعل بركة عليه وارتفع سماته بسرعة هائلة. ووقتها بيستعد ليه وبيقوله انتهى أمرك. فبيقوله اللاعب هي دي ورقتك الرابحة؟ معدل وزنك أكثر مني بواحد على الأقل، واستعمال المهارة خلاها في وضع السكون. جدع، لعبتها كويس. وهنا بيهجم ليه بسرعة عليه، ولكن بيقوله ذو الشرب مع ابتسامة انت فاكر انك الوحيد اللي عنده مهارة مخفية؟ وبيفعل كف السلاح على سيف الكيتانا، وده بيمنع عليه من استعمال أي سيف، وده بيخليه متفاجئ. ووقتها بيهجم عليه العم ذو الشارب، ولكن يبتسم ليو وبيشكره على إظهار مهارته المخفية. وبيظهر خلفه بسرعة كبيرة وبيوجه البندول على راسه. وبعدها بيكلم اللاعب لو كنت لاعب عادي ربما كنت هتهزمني بمهاراتك فقط. بيتفاجئ اللاعب من هذا انت بتهزر؟ انت هتستعمل المسدس لهزيمتي؟ بيقول له ليو ولكن للأسف أنا مش لاعب عادي. وبيقتل اللاعب ذو الشارب، وبيعرفوا النظام إن هو هزم العم ذو الشارب وكسب 5% من القدرة الحاسوبية ليكون لدى بطلنا 16% من القوة الحاسوبية. وبعدها بيلاقي الأفعى على وشك الموت، ووقتها الأفعى بتعافر مع الوحش ومستغربة من تأخره ولا يمكنها الصمود أكثر من هذا. ولكن بيدمر مركز الجزيرة في الوقت المناسب وبيرجع لجزيرته وبيشكره على الصمود. فبيقوله التعبان فعلت ما عليا فعله وكسبنا هذه المرة 500 من القوة الحسابية، هتعمل ايه بيها؟ بيقوله ليه رقيق حتى المستوى العاشر، اما على المستوى الجزيرة فنخلص بس على كل الطول اللي في منطقة قبل الصعود للطابق التاني. ولكن بيقوله تبان الامر مش بسيط، وفي الاعلى في جزء مقسم لخمس طوابق ويمكنك الارتقاء للطابق مع كل زيادة في المستوى. بيقوله ليو انت قصدك ان علينا الترقية لأربع أضعاف عشان نصل لهناك؟ ولكن استنى، انت مش يمكنك الطيران؟ طب ما تاخدني وتحلق بيه. بتقوله الأفعى وهي حزينة الأمر مش بهذه البساطة، وحتى داخل الحاجز جسمي الصغير فقط هو اللي يمكنه الطافو. فبيقول لها ليو على أي حال خلينا نرتاح شوية وبعدها نبدأ في جمع القوى الحسابية. وبننتقل في الأحداث لمنطقة العم ذو الشارب، ووقتها بيتفاجئ إن هو رجع لمنطقته مع إنه كان المفروض يكون ميت. ولكنه بيلاحظ إن القوة الحسابية اللي عنده قلت ب60%، ولأنه لسه يمتلك قوة حسابية رجع لمنطقته تاني. ولكن لماذا 60%؟ معقول عشان هو في المستوى 60؟ على أي حال لازم أعرف الزعيم. وبالفعل بيكلم الزعيم وبيعرف إن هو مات ورجع للحياة تاني لمنطقته، ولكن قوته الحسابية قلت ب60%. فبيسألوا الزعيم عن اللي حصل بالظبط. بيعرف إن هو كان بيقتل ليه ومات. بيقولوا الزعيم إن هو يعرف عن تفاصيل المعركة يمكن يعرف نقاط ضعفه. ونرجع لليو، ووقتها بيرفع قوة الأفعى للمستوى العاشر، وبعدها بيراقي الجزيرة للمستوى التاني، وده بيخليه ينتقل للطابق التاني. ووقتها بيعرفنا إن في كل طابق بيرتفع شوط الأفعى والجزيرة ب10 نقاط تقريبا. وبعدها بيعرفوا نظام انتقاله للطابق التاني في عالم كنهار، بالإضافة إن زعيم كنهار أظهر كره نحوه، وده بيخليه يعجز عن الكلام ومش فاهم الموقف اللي هو ازاي يعني. فبيقرر يغير موقعه عشان مش هيقدر يواجه الزعيم مباشرة. وفجأة بيظهر شيء في الظلام وبيهجم على الجزيرة اللي جنبه وبياكلها، وليه مصدوم من هذا الشيء. فبيعرفوا التعبان ان هو الاكل الشره، وهو بياكل المناطق اللي غشائها ضعيف عشان بيحب الأغشية المتحركة. فبيفكر ليه ازاي يكسب القوة الحسابية، بالإضافة إن الطابق التاني مختلف كثيرا عن الأول ومفيش ولا جزيرة حواليه. طب هذه المنطقة هي فقط هي اللي كده ولا كل الطابق كده؟
وبعدها بيظهر قدامه منطقة ملك الكنهار، وليو مش فاهم ازاي بيتحرك ولكنه بيتجه لعندها، بالإضافة إنها مكونة من الكثير من الجزر، ولسه هيسأل الأفعى بيختفي من جنبه، وده بيخليه متأكد إن هو عارف شيء، وهنا بيعرفوا طبعا إن في حد بيقرب منه، وبعدها بيظهر الجزيرة من خلفه واللي بتكون القفاز الأبيض، وبيقول له القفاز الأبيض بكل سخرية: يبدو إنك وقعت هنا أيضا، فإيه رأيك لو نساعد بعضنا للخروج من هنا وبعدها كل واحد في طريقه؟ ما أظنش إنك قادر على التخلص من المكان بنفسك. ووقتها اللاعب فتح شاته وبيعرف البستان والآخرين إن هو قابل ليو، وبيفتح بث مباشر، وهنا بيهجم باطن عليه بختم الجليد وبعدها بيقتله وبيقول له شكرا لعرضك، ولكن انت عدو بالفعل، وكل اللي يهمني هو قتلك فقط. وبياخد 5% من غشاء القدرة الحاسوبية اللي كان معاه، يعني معاه دلوقتي 21% من غشاء القدرة، بالإضافة إن بيظهر من جثته كرة معدات عشوائية، فبيستعد بطل للقفز عشان ياخدها، ولكن بيظهر القفاز الأبيض من تاني وبياخد كرة معداته. بيتفاجئ ليو ومش فاهم ازاي لسه عايش، وده معناه إن لو مات لاعب في المنطقة المضطربة يمكن يحرقه في جزيرته. يا أفعى، هو أنا محاك؟ بتقوله الأفعى أيوة، لو مات هيرجع تاني، ولكن قوته الحاسبية هتقل من 1 لحد 100%، وده يعتمد على مستواه، وقوتك الحاسبية على الأقل لازم أن تكون 100. بيتعصب ليه وبيقوله معرفتنيش ليه من بدري؟ بيقوله تمام، ما كانش في داعي لهذا حتى الآن. بيقوله ليه لا تهتم، هنتكلم بعدين في هذا، عليه التعامل معه أولا. وبيستعد للهجوم على مركز الجزيرة، ولكن بيفعل القفاز الأبيض الدارع وبيقوله هو على وشك الاختفاء: ما عنديش خير إلا قتالك، ولكن مش دلوقتي. وبيختفي من قدامه تماما. بيفكر له في اللي حصل، بس هو أكيد استعمل الهندسة ليخفي منطقته، وبعدها بيفكر ازاي يتعامل مع زعيم المنطقة، ومش هيقدر ينفذ نفس اللي عمله في السابق، فبيقرر الذهاب لهناك عشان يجمع معلومات. ووقتها بيشاهدوا القفاز الأبيض واللي بيكون غاضب جدا وعايز يقتله بأي طريقة. وبننتقل بعدها عميقا داخل منطقة كنهار، بالله الزعيم قاعد هناك بالمستوى ال90. ووقتها في الإخراج العرق الأبيض من كنهار بيقاتل العرق الأسود، ولكن بيتم القضاء على العرق الأبيض، وبعدها بيجمع العرق الأسود القوة الحسابية من الشجرة وبياخدها لمكان معين. وليو كان بيراقب كل ده وبيفكر في طريقة ازاي هيواجه الزعيم، وبعدها بيعرفوا النظام ان منطقة كنهار أضعفت قوته، بالإضافة إن الزعيم بيلاحظه، وفجأة بيسمع صوت أجنحة قادمة لعنده بسرعة، وده بيخليه مستغرب هو ايه اللي بيحصل بالظبط. والغريب كمان إن الزعيم بيلاحظه، وهنا بيظهر الشيء واللي بيكون القفاز الأبيض وبيقرب لعنده بسرعة كبيرة، فبيفعل له البركة وبيستعد للهجوم عليه، ولكن بيتفاجئ بانتقال كراهية كنهار ليه من القفاز الأبيض، وبيظهر الكثير من العرق الأسود. وقتها بيفعل القفاز السرقة وبيسرق البركة من ليو وبيهرب بسرعة، وده خلاه محاصر بالكثير من الكنهار، وساعتها لا يمكن نجاة من هذا العدد الكبير. ووقتها الوحوش بيهجموا على بطلنا، فبيفعل ليه قوته وبيعيد القفاز الأبيض بالسجن، وبيعزز بعدها مهاراته وبيهرب بسرعة. ولكن قبلها بيقرر يقتل القفاز الأبيض، ولكن قبلها بيفعل القفاز الأبيض نقل الحالة وبينقل ليه مكانه، ولكن بطلنا بيقدر يصمد قدامهم، وبعدها بيعيد القفاز الأبيض من تاني، وده بيخلي القفاز الأبيض مصدوم من سجنه بنفس المهارة. ووقتها بيوجه ليه البندول ناحيته وبيهجم بقوة ساحقة لعنده، ولكن الغريب إن القفاز الأبيض يبتسم وبيقرر ينفذ نفس الخدعة اللي عملها في السابق، ولكن بيفعل ليه قوة الحاجز اللي بتمنعه من استعمال أي مهارة، وتم القضاء على القفاز الأبيض وبياخد جرم المعدات وبيهرب بسرعة من جزيرة الزعيم. وبيتفاجئ له إن الوحوش توقفت عن مطاردته، وده بيعرفوا إن هما محبوسين داخل المنطقة. وفجأة بيظهر صخرة عملاقة قادمة نحوه، ولكن بيقطعها في الوقت المناسب، وبعدها بيظهر الزعيم كنهار، ولكنه بيرجع تاني لمنطقته، فبيعرف إن ملك الكنهار لا يمكنه مغادرة المنطقة، فبيستعد له للهجوم وبيأيد الزعيم بالسجن. وبيفكر بعدها بكل سعادة، ولو قدر يسجنه لو حتى ثانية فيمكنه ساعتها الفوز. وبيهجم على الزعيم بالبندول، ولكن الزعيم بيتفادى الهجوم بكل سهولة مع انه كان متأيد، ولكن بيعرفوا النظام ان مهاراته غير نافعة في منطقة الزعيم، وده بيخليه مصدوم. معقول الزعيم لديه الهندسة المعمارية؟ وهنا الزعيم بينظر لبطلنا فبيحذر ليو منه، ولكنه بعدها بيغادر وبيفكر ليو في اللي حصل، وده معناه ان كل ملك جزيرة لديه هندسة معمارية سواء كان لاعب او وحش، ومع وعي دفاعي وهندسة معمارية ازاي هقتله اذا؟ بس لو في حد يدمج منطقته مع الزعيم وجعل قوته غير نافعة، او شخص يذهب لعنده ويفعل الهندسة المعمارية عشان يبطل تأثير الهندسة المعمارية الخاصة به، وده معناه لازم الاقي حد يساعدني.
في الجانب التاني بيلاقي القفاز الأبيض متعصب جدا إنه قتله للمرة التانية، فبيكلمه البستاني وبيقول له هدي نفسك، ما تفرجش النقابات الأخرى علينا. بالفعل بيهدى اللاعب وبيعتذر عن تصرفه، وبعدها بيفكر ازاي يدفعوا تمن اللي فعله، وبيكلم بعدها البستاني وبيعرفوا ان هو لاحظ شيء هناك، وهي حالة تطور المأساة الكبيرة. وفي كل مرة هتقتل فيها كنهار هتزيد مستوى من تطور المأساة الكبيرة، والحد الأقصى له هو المستوى 100، وكل مستوى بيرفع كل السمات ب5، يعني 100 هيوصلوك لقوة الزعيم كنهار. بس لو قتلك قبلها الزعيم التأثير مش هينطبق، وفقط اللي كسبوا تطور المأساة الكبيرة يمكنهم تحدي الزعيم. بس لو فزت في التحدي فهتحصل على لقب ملك الكنهار، وده بيرفع الصحة ل20 ضعف، وقوة المعرفة ل4 أضعاف، ومعدل وزن كل السمات ب2، بالإضافة إنه هيكون ملك المنطقة. بس لو تراكم تطور المأساة لا يمكنك مغادرة المنطقة. بيتفاجئ البستاني وبيقول له عظيم، ده هيرفع من قوتي الأضعاف. بيقول له القفاز الأبيض بس في مشكلة، ما اقدرش اقتلهم جميعا لوحدي. يا ريتك لو كنت هنا يا زعيم، كنت نقلت سماتي ليك ودعمتك في القتال. بيقوله البستاني طب ما تحاول تكلم ليو تاني، ولقب الملك مميز جدا، ولو قدرت تحصل عليه فالعمل معاه مش مشكلة. بالفعل بيراسل ليو وبيعرفوا فيها ان هو قوي جدا، ولكن ده مش مهم، فانت غير قادر على هزيمة ملك الكنهار لوحدك. بس لو ساعدنا بعض اظن ان هيكون عندنا فرصة. بيضحك بطلنا وبيقول جه في وقته، بس مش هيخلي الامر سهل عليه. فبيراسل القفاز وبيعرفوا ان هو موافق، بس هيكون داعم فقط، وهو اللي يقتلهم عشان يستفيدوا من قوتهم بالكامل. بيتعصب اللاعب القفاز جدا، ومع ذلك بيراسله وبيقول ان هو موافق، بس عنده شرط، لازم يقتلوا الاول 200 كنهار قبل مواجهة الزعيم النهائي. وبعدها بيفكر القفاز مع نفسه مع اني وفيت وحياتي متوقفة عليك، ولكن لو تفكر في قتالي قبل التعاون مع الزعيم، وعارف انك هتهاجمني لما يكون الزعيم على وشك الموت، ولكني هكون حصلت بالفعل على لقب ملك الكنهار، ومش مهم بعدها لو كنت هموت. ووقتها بيستغرب له انه وافق فورا من غير ما يعترض على اي شيء. فبيراسل القفاز وبيقول له تمام، بس عندي سؤال، هتتعامل ازاي مع الهندسة المعمارية الخاصة بالزعيم؟ بيقول له القفاز الابيض ان هو هيدمج منطقته مع منطقة الزعيم، وهيفعل تأثير الهندسة المعمارية الخاصة بيه عشان يوقف تأثير هندسة الزعيم. ليه ما تقلقش. وبعدها بيفكر مع نفسه على اي حال ووقتها مش هكون قادر على ترك المنطقة. ووقتها بيستغرب ليه انه وافق من غير اي اعتراض، وده بيخليه يشك ان في حاجة، بس هو ايه يا ترى؟ والشيء الوحيد اللي اكد عليه هو قتل 200 كنهار قبل مواجهة الزعيم النهائي. على اي حال حاليا محتاجه عشان يقاوم الهندسة المعمارية الخاصة بالزعيم. في النهاية انا هقتله من منطقتي، يعني هكون بأمان. فبيراسل القفاز وبيقول له تمام. بالفعل بيظهر القفاز الأبيض وبيذهب لجزيرة الزعيم، ووقتها بيظهر بطنه قدامه بالثقة وبيقول له اذهب واجذب الوحوش لخارج المنطقة. فبيقول له القفاز الأبيض قرار حكيم، وبالفعل بيذهب لهناك. ووقتها ليه متفاجئ من تصرفاته، ولهذا بيقرر عدم السماح لي بالقضاء على 200 كنهار، ولازم أجذب زعيم الكنهار فورا وإجباره على دمج منطقته لمنع هندسته المعمارية. ونرجع للقفاز الأبيض، ووقتها كان عارف إن باطنها هيشك فيه وهيمنعه من قتل 200 كنهار، ولكن هدفه الأساسي هو 100 كنهار فقط، وساعتها يوصل مستوى المأساة الكبيرة للمستوى 100 عشان يكسب لقب زعيم الكنهار ويتحكم في المنطقة بالكامل. وبعدها دفعك تمن كل اللي فعلته بيه. وبعد فترة بيجذب الكثير من الوحوش وبيذهب ليه لعنده وبيقتل في الوحوش، وبعد 5 دقايق بيقتل 12، وبعد 10 دقايق وصلوا ل25، وبعد نص ساعة بيوصلوا أكثر من 60. والغريب إن في كل مرة بيقتل الوحش انتباه الزعيم بيزيد، وهنا بيظهر الزعيم الكنهار. ونرجع للقفاز الأبيض، ووقتها بيشعر بشعور رائع وكأنه لا يقهر تقريبا، ومع دعم ليه سهل قتالهم بسهولة، والدعم بعيد المدى بالإضافة للشفاء وتعزيز السمات، وساعتها يمكن قتالهم بكل سهولة. يا لها من خسارة، بس لو كان ليه في نقابتنا. وهنا بيهجم على الوحوش اللي قدامه، وفجأة بيظهر زعيم الكنهار وبيوجه ضربة ساحقة للقفاز الأبيض بترشقه حرفيا في الجدار وبتكسره. واللاعب متفاجئ ازاي هو هنا، فبيذهب بسرعة عند ليو وبيعرفوا ان الزعيم هنا. اذهب بسرعة للجزيرة ولا تنسى دعم بالشفاء والتعزيزات. بالفعل بيرجع بطل لمنطقته وبيقدم الشفاء والتعزيز للقفاز الأبيض. وقتها القفاز مش فاهم ازاي جذب الزعيم، بالإضافة إن معندوش أي حاجة عشان يخلص على الوحوش الصغيرة، وحتى صحته منخفضة جدا. وفجأة صحته وقوته بتزيد بسرعة هائلة، وبعدها بيكلمه ليو وبيعرف إن هو رفع قوته وبيقول له اذهب واقتله. بالفعل اللاعب بيذهب وبيقتل الزعيم، ووقتها بيفكر في حل لهذه المشكلة.
ومع انه يمكنه قتال الزعيم مع دعم ليو، ولكن هل يا ترى ليو هيسيبه عايش بعد القضاء على الزعيم؟ ومن غير لقب الزعيم مفيش ضمان لحياته. وهنا بيكلم البستاني وبيحكوا له المشكله اللي وقع فيها، فبيقولوا البستاني هو يقتل الزعيم وفي نفس الوقت يحاول يقتل صغار الكنهار. وهنا قفاز الابد بيدعي عليه عشان يساعده في القتال، وبالفعل بيهجم عليهم من بعيد بقوه ساحقه، واللاعب مصدوم من قوته الهجوميه الساحقه، وبعدها بيسجنه ليو، وده بيخلي الزعيم يفعل الهندسه المعماريه عشان يتحرر، وبيصيح بكل غضب. فبيكلم بطل القفاز الابيض عشان يدمج منطقته مع منطقه الزعيم لمنعه من تفعيل الهندسه المعماريه. بالفعل بيحرك اللاعب منطقته وبيدمجها مع منطقة الزعيم، وهنا يبتسم ليو من نجاح خطته وشكله ناوي على الغادر. ووقتها اللاعب القفاز خايف جدا وبيتساءل لو كان اللي فعله كان صح فعلا. ووقتها بيستمر ليو في تأييد الزعيم، وده بيعصب الزعيم وبيندفع اللي عنده، فبيعيدوا ليو بوجه ضربة ساحقة للزعيم وبيسقطه. وده بيفاجئ القفاز الأبيض سكوت الزعيم بعد كام ضربة فقط، وبيعرف إن ليو كان بيستغله عشان يعطل الهندسة الخاصة بالزعيم، ومع ذلك يبتسم وبيقول إن لسه عنده فرصة، ولو قدر يوجه هجوم كمان للزعيم الكنهار ساعتها هيموت ويكون هو الزعيم وياخد اللقب. ومستني ليو عشان يوجه الضربة الأخيرة، ولكن بيوقف ليو هجماته على الزعيم، وده بيفاجئ اللاعب وبيتراجع للخلف. بيكلمه ليو وبيعرف إن هو يعطيه فرصة عشان ساعده، وبيسأله ليه كان بيهدف للقضاء على الكنهار الصغار، ولو جوابك عجبني فهسيبك. وهنا بيستعد اللاعب وبندفل عند الزعيم عشان يقتله عشان ياخد اللقب قبل ما ليو يقتله، ولكن بيعودوا ليو في مكانه في اخر اللحظه، وكان فاضل شعره ويجدع على الزعيم نهائيا. فبيرد عليه اللاعب مع ابتسامه وبيقول له تمام، لو عايز تعرف فانا هقولك. ولكن بيزعج ليو من تعابيره وعارف ان هو مش هيكون صادق في كلامه، فبيوجه هجوم ساحق وبيقتل اللاعب. وبيقول له بعدها ليو لا اهتم، ما دام عرفت انك تخفي شيء عني فانت ميت. بيعرفوا النظام بعدها تم القضاء على الزعيم الكنهار. بيتفاجئ ليو ان المنطقه لسه مستقره مع ان الزعيم كنهار على وشك الموت، واكيد الطريقه الوحيده للحصول على القوه الحسابيه هي تدمير المركز، والقوه الحسابيه اللي هيكسبها يجب ان تكون كافيه لترقيه للطابق الثالث. بيكلموا بعدها التعبان وبينصحوا ان هو ما يدمرش المركز حاليا، ويستعمل نقش الروح الملكية ويخزن واحد من الكنهار الصغار، وصدقني هيحصل شيء هيفاجئك. بيتفاجئ ليه من كلام التعبان مفاجأة؟ طب ما تعرفني دلوقتي وخلاص. بيقولوا التعبان ان شرح الامر هيضيع الوقت فقط، ولو اتولد زعيم كنهار جديد فهنقع في مشاكل. بيتفاجئ ليو زعيم الكنهار يمكن احيائه. بيقولوا التعبان انها طريقة مشابهة لطريقة الاحياء، فبيذهب لهناك بسرعة، ولكن قبلها بيقرر يدمر منطقة اللاعب عشان مرجعش تاني ويزعجه. وبعد فترة بيرجع اللاعب في منطقة الانبعاث اللي في موشو، وبيتفاجئ القفاز الأبيض إن هو مرجعش في منطقته مع إن لديه أكثر من 80 قوة حسابية. فبيعرفوا النظام بعدها إن قوته الحسابية أقل من 100، وعشان كده هو غير قادر على الانبعاث في منطقته، وده بيعصبه جدا. وبيكلم البستاني وبيعتذر منه، ولكن بيقوله البستاني مفيش داعي للقلق، وبيقوله هدوم شوية لاعبين ويحاولوا يعرفوا هوية ليو الحقيقية لأنهم مش قادرين يوقفوه في اللعبة، فهيجربوا يوقفوه في الواقع. ووقتها ليو بيدمر منطقته وبياخد القوة الحسابية، وبيتفاجئ ليو إنها 80 فقط، وده معناه إن هو رجع لمدينة موشو بالفعل. اللي عجب إن منطقته انهارت من تلقاء نفسها. على أي حال هو مش هيزعجني تاني، ودلوقتي هلاقي القبض على الكنهار صغير وأشوف المفاجأة اللي اتكلم عنها تعبان. وبعد فترة بيقطع ليو في الكاسين من الوحوش السوداء، وبيلاقي صعوبة في إمساك أي كنهار، وكل ما بيحاول يمسك واحد كان بيقاوم وبيفضل الموت الذاتي على الآسر، ولهذا لم يحصل على أي كنهار حتى الآن. ومن غير ما يعرف وصل لمركز المنطقة وبيفكر في الأمر، ولو دمر المركز هياخد الكاسين من القوة الحسابية. ولكن وماذا بعد؟ وفي الطابق التاني مفيش أي منطقة إلا منطقة الكنهار، أو يمكن في غيرها، ولكن بدون مساعدة خارجية مش هقدر أقاوم الهندسة الخاصة بالآخرين، وده معناه إن هذه الفرصة الوحيدة للحصول على القوة الحسابية. بس لو دمرت المركز والقوة الحاسبية مش كافية عشان أرقم منطقة الجليد والانتقال للطابق الثالث، عندها صعلك هنا للأبد. ماذا أفعل في هذا الموقف؟ ما كانش عندي أي وقت لأفكر في الأمر، بس لو فكرت مليان هنلاقي العرق الأسود كان بيستغل العرق الأبيض لصنع القوة الحسابية، ولو كنت قادر على توليد القوة الحسابية ساعتها يمكن تركية منطقتي والانتقال للمستوى الثالث. بس لو فشلت في ذلك فعندها مش هيكون عندي خيار لتدمير المركز، بس أتمنى الأفضل. وفجأة بيظهر وحش كنهار بيلف حوالين ليو، وشكله كده حب ليو،
وده بيخليه يفكر في الإشعاع اللي ظهر له في السابق لما قتل العرق الأسود من الكنهار، ومع إن كان كراهيتهم بتزيد لما كان بيقتل فيهم كثيرا، ولكن معاه كان بترتفع محبة العرق الأبيض، فبيجهز نقش روح الملكية وبيوافق الكنهار يكون سيده. وبيعرفوا النظام بعدها فوائد تطور المأساة الكبيرة وأهمية لقب زعيم الكنهار وعيوبه طبعا، وده بيفاجئ ليه جدا. هي دي المفاجأة اللي اتكلم عنها التعبان، ولو ربيتها وخليتها زعيم الكنهار هو ده مش معناه المنطقة هتكون ملكي وساعتها يصنعوا قوة الحسابية عشاني، ده فاجئني حقا. بيقوله بعدها النظام ان هو يسمي الكنهار، بيفكر ليو وبيقرر يسميه هيستا، وبعدها بيندفع بسرعة في القضاء على الكنهار عشان يطور المأساة الكبيرة، وبيفهم ليه القفاز الأبيض كان بيقتل الكنهار وبيستمر في إسقاط الكنهار الأسود، وهيستا بيجدع عليهم، وده بيعصب العرق الأسود وبيطاردوه، وبيتفاجئ ليه إنهم انتحدوا فجأة مع إنهم كانوا بيقاتلوا بعض من شوية، وبيحاول الهروب بأسرع ما عنده وبيذهب لمنطقته بسرعة، ولكن هيستا لا يمكنه ذلك لأنه طور المأساة الكبيرة، لهذا لا يمكنه مغادرة المنطقة. فبيفكر ليه وبيحاول يلاقي حل، فبيقرر يدعم هيستا من الخلف عشان يقتلهم ويكون هو زعيم الكنهار.